اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بقى خلاص العيد قرب علينا ولازم بقى نبتدي نعمل تجهيزات بقى العيد باحلى اكلات بقى العيد. احنا عارفين عيد اللحمه، فهنعمل حاجات حلوه مع بعض. معايا دلوقتي كده اهو، بصوا الكارع زي ما انتم شايفين اهو. دلوقتي طبعا بغسله بليمون وملح وخل وطحينه. بصوا زي ما انتم شايفين كده. بصوا زي ما انتم شايفين الكوارع طبعا غسلتها، لازم تغسليها كويس جدا بملح وليمون وطحينه. اهم حاجه هنبتدي زي ما انتم شايفين كده. لازم طبعا السكينه تكون بصي لازم تخلي الجزار يكون مكسرها لك، تكون متكسره كده وانتي في البيت تروحي مقطعاها تبقى كده بالظبط. بصوا لازم بس اهم حاجه السكينه تكون حاميه معاكي وعشان تقطعي. بصوا هنعملها بقى بطريقه المطاعم زي ما الناس بيعملوها بقى في المطاعم، هنعملها باحلى طريقه. واستنوا معايا بقى لحد ما نقطع بس ايه الكوارع زي ما انتم شايفين كده. ندي تشويحه للكوارع زي ما انتم شايفين كده بقى. هنا دهنت طبعا، جبت طبعا اللي هي حله الضغط، بتسوي الحاجه بجد باسرع ما يمكن، يعني بجد حلوه جدا. دلوقتي حطيت دلوقتي شويه زيت وشويه سمنه، وهنبتدي نشوح اول حاجه الكوارع تاخد تشويحه كده بسيطه معايا. بسم الله اهو. غسلتها كويس تاني برضو بعد ما قطعتها، برضو غسلتها غسله كويسه كده زي ما شايفين. هنبتدي يتشوحوا، تاخد تشويحه كده بسيطه اهو تتشوح. وقبل ما نعمل الخطوه اللي بعد كده بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده اهي. بصوا واخده بتاخد تشويحه زي ما انتم شايفين، مديه اللون ده، هو ده اللون الجميل. هسيبها برضو تاخد تشويحه على الجنبين. هنا يا حبايبي بقى بصوا معايا حوالي 3-4 فصوص كده و5 فصوص من المستكه، بتدي طعم وريحه جميله جدا. وهنحط برضو حبهان، يعني 4 حبهان كده زي ما انتم شايفين. هنزل بيهم برضو كده، وانزل بالبصلايه فرمتها كويس جدا، والجزرايه عملتها كده بالشكل ده، وحطيت ملح وفلفل. هنزل بالكلام ده كله على الكوارع زي ما انتم شايفين كده. ودي اللي هو ان انا وابتدي دلوقتي احط ورق لوري. وبرده انا بغلي دلوقتي ميه مغليه عشان ميزه حاله الضغط طبعا انها بتسوي الحاجه بسرعه جدا. يعني ممكن الكوارع دي تاخد 10 دقايق بالظبط ولا ربع ساعه بالظبط تكون مستويه معايا. طبعا ماما جايبه لنا حاله الضغط فبتنجز معانا طريقه بسيطه جدا. فراخ برضو واي حاجه انت عاوزاها غير يعني الكوارع. ممكن فراخ تعملي تشيكن، تعملي كنتاكي فيها برضو تحفه بجد، جميله جدا حاله الضغط دي. هنا دلوقتي معايا ميه مغليه، هبتدي احط كده زي ما انتم شايفين. بصوا اغطي بس الكوارع، بصوا زي ما انتم شايفين كده، وابتدي اقفلها واسيبها تستوي بقى براحتها. ماشي، هي مش هتاخد مني وقت كتير على طول. وبرده مع التسويه لو انا محتاجه احط ملح احط فلفل تاني. يلا دلوقتي بس هغطيها زي ما انتم شايفين كده اهي بس. يلا بينا هنعمل بقى الخطوه اللي بعد كده. هنا بقى دلوقتي الخطوه اللي بعد كده معايا بصلايه 3-4 بصلات كده، والاكله دي بتحب البصل الكتير. حطيت دلوقتي سمنه وزيت، وهبتدي احمر البصلايه عادي جدا لحد لما تديني لون المصفر كده. بصوا البصلايه خدت اللون المصفر، هنزل بقى بالطماطم بعصير الطماطم، وابتدي احط بقى التوابل الملح والفلفل الاسود. بصوا بقى ميزه بقى حاله الضغط، بصوا سامعين الصوت اللي هي بتستوي حوالي في 10 دقايق. وبصوا في زي زرار كده بندوس صفاره كده بتصفر، طبعا بتطلع الدخان لو في اي حاجه البخار.
هنا بقى هبتدي احط التوابل. معايا فلفل اسود، هنزل كده بالفلفل الاسود، وهنزل بالملح والسبع بهارات. هنا بقى دلوقتي هبتدي، حطيت بقى بابريكا وحطيت كمون وكزبره. حط التوابل بقى الايه اللي انت بتحبيها. حطيت ملح، وهسيب بقى الصلصه تتسبك براحتها. بصوا هنا بقى دلوقتي حطينا بقى بقيه الخضره بعد ما الصلصه اتسبكت، وهنزل بقى بالرز. الكميه اللي انت عاوزاها المتاحه حطيها. تمام. دلوقتي هصفي كده الرز كويس جدا من الميه، وابتدي اقلب وكده. خلطه المحشي جاهزه معايا. هنا بقى دلوقتي هنفرط شويه نعناع كده بايدينا زي ما انتم شايفين اهو. بصوا هنا طبعا الكوارع بقى دخلت في السوا اهي زي ما انتم شايفين. ودلوقتي هنا يلا نعمل بقى الطاجن بتاعها. اول حاجه معايا دلوقتي سمنه، ومعايا بصلايه برضو فرمتها زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي نشوح كده البصلايه تشويحه بسيطه. بصوا دلوقتي بقى هنشوح برضو فلفل رومي على فلفل حراق، برضو قطعته كده قطع صغيره يتشوح مع البصل تشويحه بسيطه كده. كده طلعنا بقى البخار. تعالوا بقى نشوف الكوارع وحلاوتها وهي دايبه بقى دوب بجد. بصوا بصوا بجد روعه روعه بجد، مستويه وجميله جدا ودايبه بجد دوب. بصوا بقى هنا شوحنا البصلايه والفلفل الرومي شوحناهم زي ما انتم شايفين كده اهو. دلوقتي هنزل بقى بالطماطم زي ما انتم شايفين كده. مين بصوا هنا حطيت شويه خل كده زي ما انتم شايفين مع الثوم، برضو بتدي يعني ريحه وطعم جميل جدا لتشويحه الكوارع. تمام. الكوارع بعد ما هي اتسلقت اهو. تمام. دلوقتي بقى بنعمل الخلطه اللي بعد كده. زيت وسمنه او زيت وسمنه، وتشوحي البصلايه معاها كمان بصلايه مفرومه، ومعاها فلفل رومي مع فلفل حراق. والحراق ده اختياري، يعني مش عايزه ما تحطيش. وحطيت توم هرسته طبعا وشوحته برده مع البصل والفلفل الرومي. نزلت بقى بالطماطم اتشوحت برده شويه، ونزلت برده بخل كده زي ما انتم شايفين شويه خل. وهنزل دلوقتي بمعلقه من الصلصه الخام. بصوا هنزل كده بمعلقه من الصلصه الخام زي ما انتم شايفين كده، معلقه حلوه اهو. حاولي حطيت معلقتين كده كويس. وهبتدي دلوقتي اقلب كده زي ما انتم شايفين عشان تديني يعني الحمار كده. وانا كمان هحط هنا بقى التوابل. عايزه احط مثلا ملح فلفل اسود اهو كده. حطي توابل بقى اللي انت عاوزاها، ملح فلفل اسود زي ما انتم شايفين كده. حط ملح، هحط بابريكا برضو بتدي حمران جميل جدا اهو. قلبي بقى كل الكلام ده كده زي ما انتم شايفين اهو. بصوا بقى هنا يا حبايبي دلوقتي هبتدي احط الايه الشوربه بتاعتها. لا والله عظيم. وراح ناموا بالليل الواد نام، فراح كريم نام جنبهم على الكنبه، وراح بقى هص وفص وبص. الواد طبعا متزعل عشان ابوه كل شويه عمال ايدك اعملي بالتانيه غبيه. مش هعرف يعني اهو خلاص ماشي. وكل شويه بخف ونص واخرجوا بره. بتتكلمي ليه لغايه ايه اللي خرجتوه؟ ايه مش الميس قالت لك اقعد؟ طب اتفضل يلا. الشاب جاء عليا. طب اتفضل. خف ونص واخرجوا بره. بتتكلمي ليه لغايه بقى يا حبايبي طبعا بعد ما سبتها تتسبك، طبعا عقبال ما قطعت بقى الكوارع كده قطع صغيره وشلتها من العظم، خليتها من العظم خالص. دلوقتي بقى بنزلها على التسبيكه الجميله دي بقى تسبيكه المطاعم بيعملوها بنفس الطريقه واحلى طريقه بقى. وممكن برضو الكوارع، الناس اللي بتحب برضو الكوارع في الشوربه، انا قلت اغير واعمل معاكم الطريقه دي طاجن كوارع
جميل جدا، ممكن تعمليه بالطريقه دي وبس، احلى اكله بجد. نيجي هنا بقى دلوقتي معايا الورق عنب. بحشي بقى الورق عنب زي ما انتم شايفين كده. الورق عنب سهل جدا، الحشو بتاعه بسيط جدا وسهل جدا. وبوري برضو الناس اللي مش بتعرف تحشي الورق عنب، بصوا طريقة مبسطة وسهلة جدا اللف الورق عنب. وعملت بقى التسبيكة الخلطة بتاعة المحشي بطريقة بسيطة جدا جدا زي ما انتم شايفين. بصوا الورق عنب جميل جدا وتحفة. هنا بقى دلوقتي تعالوا بقى عندي الطواجن، وابتدي ارص بقى ايه الورق عنب كده حوالين الطاجن زي ما انتم شايفين. بحط كده الورق عنب، بحط كده رصي زي ما انت عاوزه الرص اللي انت عاوزاه زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى بعد ما رصيت كده بالطريقه دي، هاجي احط بقى في النص الطاجن كده، هسيبه بقى كده وانزل بقى بالكوارع. بص بقى الجمال بجد تحفه، وريحه الكوارع جميله جدا بالتسبيكه اللي انا عملتها بسيطه وسهله جدا. هنا بقى احط بقى الكوارع المقدار اللي انا عاوزاه، وابتدي بقى ايه احط بقى بقيه الورق عنب. هنا بقى دلوقتي ممكن احط على الوش كده زي ما انتم شايفين، وابتدي اغطيه طبعا. هنا بقى دلوقتي هبتدي طبعا معايا بقى شوربه الكوارع متبقيه مني، هستفاد بيها برضو، هحطها بقى واسقيها في الطواجن دي عشان الورق عنب يستوي معايا. هو ناقص الورق عنب يستوي، الكوارع دايبه ومستويه وجميله جدا زي ما انتم شايفين كده. ببتدي حوالي كبشه كده صغيره، واغطي بس الورق عنب زي ما انتم شايفين كده، وابتدي هنا بقى اغطيه بقى معايا ورق زبده وفوقيه ورق ألموني. عايزاكم بقى متنسوش تعملوا اشتراك واعملوا لايك وتابعوني عشان الايام الجايه ان شاء الله هنزل لكم حاجات بقى العيد، وكل سنه وانتم طيبين. هنا بقى دلوقتي بعد ما غطيت بقى الطواجن زي ما انتم شايفين